السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هتكون معانا تجربة جميلة عملناها في شرم الشيخ. المكان اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو اسمه محمية راس محمد. عايز بس اوضح لكم حاجة، ان محمية راس محمد دي بنروحها عن طريقين. الطريق الاولاني وهو الرحلة البحرية، عشان ده الاغلب الناس بتروحوا بيه. بيكون رحلة بتكون بتتجمع الساعة 8:30 والعربية بتاخدكم من باب الفندق لحد المرسى بتاع اليخوت، وبعد كده بنطلع رحلة اليخت لحد الساعة 4:30 او 5 المغرب. الرحله دي بيكون شامله طبعا الغداء، بيكون اوبن بوفيه. دي الرحله البحريه، وطبعا بيكون لها سعر خاص. لكن الرحله اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هي الرحله عن طريق الاتوبيسات، اللي احنا بنروح المحميه من طريق من بره، وبنخش المحميه، وبعد كده بنروح الاماكن اللي هم زي ما انتم شايفين المكان. منظر طبيعي. هي المحميه هناك محميه طبيعيه صرف. مفيش مثلا هناك فنادق، مفيش كافيهات، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. انت كل ما في الامر ان هو الطبيعه والرمل والبحر وبس والجبل. زي ما انتم شايفين المكان، بصراحة المنظر هناك مريح للأعصاب بطريقة جميلة جدا. حتى الصور، لو واحد مثلا حابب ياخد صور، بتلاقي الصور في المكان هناك مختلف عن أي مكان تاني انت ممكن تشوفه. وطبعا دي يعني متعة خلق ربنا سبحانه وتعالى. انا هسيبكم دلوقتي تستمتعوا بالمنظر بتاع محمية راس محمد، حتى اللي احنا بعد ما نخلص المكان اللي احنا فيه ده. زي ما انتم شايفين لون المية ومنظر البحر عامل ازاي. هنطلع على مكان تاني. المكان التاني ده مسموح ان احنا نعمل فيه، ننزل فيه المية او نعمل دايفنج هناك. المكان ده طبعا مفهوش اي نوع من انواع الخدمات. يعني مفيش مثلا اماكن للشاور، مفيش اماكن مثلا هناك لو انت حابين تشتروا اي حاجه. لازم وانت رايح هناك يكون معاك الفوطه او البشكير بتاعك، يكون معاك الميه اللي انت هتشربها، اكلك، كل حاجه تكون موجوده. حتى زي ما انتم شايفين واحنا في الباص واحنا بنبدا نتحرك، في اماكن هناك بتبدا الناس اللي هي لو حد عايز ينزل في هناك اماكن بيكون البحر الشعب المرجانيه بتاعتها او بحر مفتوح. وانا الحمد لله عرفنا ان احنا نصور لكم تحت الميه وتشوفوا منظر الشعب هناك كانت عامل ازاي. وطبعا الشرم مشهوره جدا بالنسبه لموضوع الشعب المرجانيه، والسمك هناك حلو جدا. كده احنا وصلنا للمكان اللي هو مسموح فيه الدايفنج. وهناك في جزئين. في جزء اللي هو بتوع البحر او البحيره دي اسمها البحيره المسحوره، ودي مشهوره جدا هناك في محميه راس محمد. طبعا انا حبيت ان انا اوصل لكم البحيره، حبيت ان انا اوصل لكم المكان هناك، وبعد كده هسيبكم في رحله الغطنا عملناها هناك في المحميه. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه، وتابعوا عروض رحلات شركه اسلام زايد ترافل. وشكرا جدا لكم مره تانية.